قائد الأفكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. جلدت نفسي كتير وده تعبني. ما هو جلد الذات كتير ده انا اتكلمت فيه قبل كده في فيديو بس سريع، يعني قلت نفك برمجة جلد الذات المتكرر او اللي هي زيادة عن اللزوم. طيب سريعا خلوني اتكلم. مبدئيا كده رقم واحد، لازم نعمل اعادة وعي، لان احنا عندنا وعي مشوه. بعض الناس او معظم الناس عندهم وعي مشوه. وعي مشوه يعني ايه؟ يعني في بعض الحقائق وبعض الافكار وتمام اللي احنا اعتمدناها ان هي صحيحة وهي خاطئة 100%. تمام اوكي. طيب من ضمن الحاجات دي ان انت مش مطالب انك تجلد ذاتك. يعني ايه؟ يعني انت فاهم ومفكر ان جلد الذات ده حاجة مش طبيعية او حاجة مش انسانية. فاهم؟ فلما بتجلد ذاتك بتتعب اكتر، الموضوع بيزداد اكتر. ليه؟ لان انت شايف انه لا، انا المفروض ما اغلطش، او مثلا عيب لما اغلط، او حاجات كتير قوي. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ لازم نعمل اعاده وعي الاول قبل ما نعمل اعاده برمجه. يعني ايه اعاده وعي؟ يعني عايز اقول لحضرتك ببساطه كده، انت عندك شويه مفاهيم مش مظبوطه، انا هظبطها لك دلوقتي سريعا. الا وهي لازم الاول الوعي بتاعك يتظبط في انك تستوعب ان حضرتك انسان بني ادم، بشر. فالبشر ده والبني ادم ده ليه صفات معينه بيتصف بيها، وهذه الصفات تختلف عن اي كائن حي اخر. حلو الكلام؟ عن اي كائن اخر. طيب الملائكه برضو مخلوقه، تمام، من ضمن خلق الله سبحانه وتعالى، والملائكة ليها صفات خاصة لا تشبه برضو أي مخلوق آخر. المشكلة اللي حصلت عندنا إيه؟ بسبب بعض الفهم الخاطئ للدين، تمام، وبعض التفسير الخاطئ لبعض الحاجات يعني كده في حياتنا. إن أنت حضرتك برمجوك إن أنت عيب تغلط، وما ينفعش تغلط، ولو غلطت تبقى إنسان وحش وربنا هيغضب عليك. وأنت فاهم حاجة؟ فبالتالي بطريقة غير مباشرة تمت برمجتك على انك بتتعامل مع نفسك زي الملاك، او بتطلب من نفسك انك تبقى ملاك ما بتغلطش. والملائكه هي اتخلقت ما بتغلطش، الملائكه اتخلقت ما عندهاش شهوه، هي اتخلقت كده، صفاتها كده. انما انت كانسان انت متغير وبتغلط. تمام؟ فاول شيء لازم تستوعب ده، ان بطبيعتي البشريه ان انا اغلط، وبطبيعتي البشريه انا ممكن اخد قرار ويطلع غلط، وبطبيعتي البشريه انا ممكن اعمل ذنب واتوب منه وارجع له تاني. يعني ده حاجه طبيعيه جدا. حلو. طيب لما انا افهم ده، ووعي هنا ان انا مش ملاك، يعني انا مش مطالب ان انا ابقى معصوم من الخطأ، بالعكس، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. حلو الكلام؟ فانت لازم تقتنع بده، وعيك كده الاول تستوعب الحتة دي عشان ما تجلدش ذاتك كتير. تمام؟ فبناء عليه لما انت تغلط او تعمل مشكلة او تعمل ذنب، فانت كإنسان انت مش وحش. الذنب اللي انت عملته ده هو اللي كان غلط، او الحركة دي هي اللي كانت وحشة. حلو؟ فانت تزعل من الحركة دي مش من نفسك انت كإنسان. واخد بالك؟ وبناء عليه لما تفهم الجزئية دي فتعمل ايه؟ ما تقفش بقى عند الايه، عند الغلط اللي انت غلطت فيه. ما تقفش عند الغلط اللي انت غلطت فيه. تعمل ايه؟ انا غلط، تمام، اتعلم من خطأي واخد قرار ان انا مش هكرر الغلط ده تاني. عملت ذنب، شكرا، خلاص انت عملت الذنب، خلاص تعمل ايه؟ تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتتوب اليه. تمام؟ وتبتدي ان انت تعيش حياتك، ما تعيش بقى في الذنب ده. خلاص انت خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. ايه يا جماعه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ربنا بيقول لك في آيات كتير قوي أنت مهما عملت ذنوب واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك. طبعا بعيدا عن الشرك، عشان بس نكون واضحين، أي ذنب بعيدا عن الشرك. تمام؟ فإذا الشيطان مهمته ان هو بييأسك من رحمة الله. خلي بالك، ودي نقطة الناس كتير قوي مش مستوعباها. خلي بال حضرتك، الشيطان مش بس عايزك تعمل الذنب، لا، وعايزك الاكتر من كده، هو عايزك بعد ما تعمل الذنب تحس ان ربنا مش هيغفر لك فتيأس من رحمة الله بسبب تكرار الذنب. تمام؟ فده هدف الشيطان، عشان تفضل مستمر انت في الذنوب والمعاصي وبتاع، وتبعد عن الطاعة وبتاع، عشان في الاخر تروح النار، تخش النار كده، تتونسوا في النار انت والشيطان كده، تبقوا مع بعض. ويجي الشيطان اصلا يوم القيامة يقول لك ايه؟ ما كان لي عليكم من سلطان ان دعوتكم فاستجبتم لي. بس ببساطة
حلو. فبناء عليه عشان ما اطولش على حضراتكم، يبقى اذا اللي بيجلد ذاته كتير قوي وفي جلد متكرر للذات بشكل مش طبيعي، ان هو عنده وعي مشوه بطبيعته كإنسان أولا، ثانيا هو متبرمج غلط. تمام. يبقى إذن أنت لازم تفهم إن أول حاجة كده أنا بني آدم بشر، بني آدم بشر ليا صفات معينة، أنا مش ملاك. الملائكة هي اللي ما بتغلطش، هي اللي ما بتذنبش. فأنت ما ينفعش تعامل نفسك كملاك أو منتظر من نفسك إن أنت تبقى عندك صفات الملائكة، ده مش هيحصل. تمام. فبالتالي انت غلطت طبيعي خلاص. اصل اقول لك على حاجه، ممكن واحد يكون ماشي كويس جدا وعلى الطاعه وتمام وكل حاجه، وفجاه يحصل له انتكاسه، لحظه ضعف، وخلق الانسان ضعيفا. عادي برضه، بتحصل. بس لو انت متبرمج صح، اسمع بقى اللي جاي هنا، لو انت متبرمج صح صدقني هتحس ان افضل حاجه حصلت لك في حياتك انك غلط. ليه؟ لانك لو متبرمج صح هتخلي الألم ده أو أو الخطأ ده أو المشكلة دي أو الذنب ده يخليك نسخة أفضل من نفسك، يبقى وقود ليك للأفضل. تمام. كنت بتكلم من فترة مع خالتي في الجزئية دي، حكاية الناس بتغلط يعني وكده وبتزعل من الفشل وكده. قلت لها، شرحت لها مثال صغير كده، قلت لها الطفل الصغير ده عشان يتعلم المشي هو بيقع كم مرة قبل ما يقف على رجليه؟ الطفل الصغير ده. طب الطفل الصغير ده لو أول مرة جه يحاول إن هو يقوم يقف على رجله فوقع، بعد ما وقع حس إنه فاشل فما قامش حاول تاني، هل كان هيمشي على رجليه؟ عمره ما كان هيمشي على رجليه. إنما هو إيه اللي حصل؟ هو كان واقف، فلما جه يحاول يقف وكان مايل يمين شوية فوقع، فلما جه يحاول يقوم تاني هو حفظ كده إنه إيه، لأ أنا عشان أفضل واقف مش هميل يمين، فتعلم أهو، فقام جه يقف تاني فمال الناحية التانية فوقع. فكده ايه، بص اتعلم من الخطأ التاني، فقال لك بس يبقى انا ايه لما حاجه احاول اقف مش هميل كده ولا كده عشان ما اقعش، فقام فمل لقدام فوقع، فقام تاني حاول تاني فعرف بص الخبره بتتكون ها، فقال لك يبقى مش هينفع لا ميل يمين ولا شمال ولا قدام عشان اقف، فلما قام مل ورا فوقع، فقام بعديها، فلما قام بعديها ايه اللي حصل؟ لا مال كده ولا كده ولا قدام ولا ورا فوقف. حلو. فاذا لو هذا الطفل ما وقعش كل الوقعات اللي فاتت دي ما كانش اتعلم يقف صح، ما كانش اتعلم الوقوف اصلا. انما انت مشكلتك ان انت وقعت الوقعة ونمت فيها، قلت انا مش قايم، انا وحش، انا غلطت، انا وقعت، انا فاشل، انا مش هعرف اقف. حلو. فاذا انا عايزك تبص للفطرة اللي احنا اتخلقنا عليها، البرمجة الاساسية الاصلية، قبل بقى انت ما تسمع للمدرسة ولابوك وامك وللمجتمع وللناس دي. فالبرمجة اصلا انت في فطرتك متبرمج صح انك لما تفشل تقوم وتتعلم من اخطائك. اللي هو الطفل اهو، كلنا كنا اطفال، فكلنا كنا كنت تقع وايه تقوم تاني، تقع وتقوم تاني لغايه ما وقفت، وبعدين لما جيت تمشي ما عرفتش تمشي، انت بعد ما وقفت فرحت بوقوفك عايز امشي بقى، فلقيت نفسك بتقع. كل ما تيجي تمشي تقع، التوازن بتاعك مش مظبوط، وتقوم وتقع وتقوم وتقع، وبعدين فجاه تكتشف ان انا محتاج اسند على حاجه وانا ماشي عشان ما اقعش، فتسند على الكرسي، تسند على الكنبه، تسند على كذا، صح؟ وبعدين لما بدأت تسند انت عايز برضو تمشي من غير ما تسند، عايز تبقى حر. ركز، شوف انت مش عايز تفضل مربوط بالكنبة او الكرسي، بص الفطرة والبرمجة السليمة، فتبتدي تعمل ايه؟ تسيب الكرسي فتقع، فتقوم ماسك تاني. حلو. وتحاول انك تمسك اخف من المره الاولانيه، ما تعتمدش بانك مدايس قوي على الكنبه او على الكرسي عشان تعتمد على رجلك، شويه شويه فجاه، وبعدين شويه شويه تبتدي تسيبها وتمشي خطوه وتقع، وبعدين ترجع تاني وتمشي خطوه وتقع، بعدين تقوم وتكمل، فجاه الخطوه بقى خطوتين، والاثنين بقوا ثلاثه، والثلاثه بقوا اربعه، وبناء عليه بتبتدي انك تمشي وتعلمت المشي. فلو انت زعلان انك بتغلط او بتفشل او فاهم الفشل غلط، فافتكر لما انت كنت طفل صغير وبتتعلم الوقوف والمشي، شوف انت وقعت كم مرة، شوف اي طفل قدامك صغير هو بيقع كم مرة في اليوم عشان يتعلم المشي. تمام. وشوف ان هو قبل ما يتعلم المشي اصلا كان بيعمل ايه؟ كان بيزحف. يعني ما قالش انا ما بعرفش امشي فهفضل قاعد في الحتة دي. يعني انت ممكن تسيبه مثلا هنا تمام في المطبخ تلاقيه مثلا دخل الصالة، حلو، مع ان هو ما بيعرفش يمشي. ليه؟ لان هو متبرمج صح، برمجه فطريه، انا هتحرك بالامكانيات اللي عندي دلوقتي، انا ما بعرفش امشي، طب ايه اللي اعرف اعمله دلوقتي عشان اوصل للهدف ده؟ انا عايز اروح الصاله، ازحف على ايدي ورجليا، فتلاقيه بيزحف. ففي الاول بيزحف بالراحه، بعدين شويه شويه بقى مستعجل عايز ازحف فيزحف اسرع، شويه شويه يتعلم الوقوف، شويه شويه يتعلم المشي، شويه شويه يتعلم الجري. انت فاهم حاجه؟ وده برضو بيعلمنا حاجه جدا مهمه في البيزنس وفي الحياه عموما وفي المشاريع،
ابدأ بالمتاح واتطور مع الوقت. فهو الطفل بدأ بالمتاح لما حب انه يروح من المطبخ للصالة، ده هدف انه يروح للصالة، فقال لك انا ما بعرفش امشي بس بعرف اسحف، فهسحف فزحف حلو لغاية ما وصل للهدف بتاعه، وبدأ يتطور مع الوقت، فيزحف يزحف يزحف لغايه بقى متمكن في الزحف. خلاص بقى قال لك انا عايز اقف عشان عايز امشي، فجه يتعلم المشي والوقوف، لقى نفسه كل ما يحاول يقع، كل ما يحاول يقع ما قالش ايه، ما انا كده كده بعرف اسحف، امشي ليه انا كل شويه اقع، ما ايه الفشل ده، ما السحف كويس، ما قالش كده، ما عملش كده. دي الفطره السليمه، دي الفطره السليمه. ركز في اللي انا قلته. انا واثق بفضل الله سبحانه وتعالى ان الكلام ده والفهم ده انت ما سمعتوش في اي حته قبل كده ولا هتسمعه في حته بعد كده، ولو سمعته بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى فهيبقى حد سمع الكلام دوت وبيكرره على لسانه، وممكن كمان يقول ان الكلام ده كلامه هو، بس انتوا طبعا حضراتكم عارفين الاصل فين. تمام. وفي الاول وفي الاخر طبعا بقول وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، وان ده فضل من ربنا عليا وموهبه من ربنا عليا وفتح من الله سبحانه وتعالى عليا بهذا الفهم وبهذا الكلام وباللي انا قلته دلوقتي ده. فاللي انا قلته دلوقتي ده حاجه انا ما قريتهاش في كتب، دي حاجه انا ما خدتش فيها كورس، ده فضل من ربنا عليا وموهبه من ربنا عليا سبحانه وتعالى، وانا بحاول اوصل الحاجه دي لحضراتكم، بحاول اوصل الرساله دي لحضراتكم. تمام.